بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع قديس مش كتير خالص يعرفوه، هو القديس فولاكس البوكستاني. فهو قديس استشهد في عصر دقلديانوس، وفي العصر بتاع الاستشهاد دوت حكم على قديسنا فولاكس البستاني بحكم صعب، عشان هو كان اعترف ان هو مسيحي، وفي عصر كانوا بيجروا نساء ورجال للاستشهاد، ومنهم قديسنا العظيم الشهيد فولاكس البستاني. وعقدت عليه محكمة سورية ان اينما يوجد في اي حتة يموتوه، وده الحكم اللي اتحكم في المحكمة دي وقتها. وبالفعل خرج جنود كتير يدوروا عليه في كل مكان عشان ينفذوا فيه الحكم بتاع المحكمة اللي تنفذ فيه، حتى انهم وصلوا بالقرب من سنهود او سنهوب حسب ما بتتقال. وفي حين هم عمالين يدوروا عليه ما لقوهوش، وقفوا جنب بيت وطلع البيت ده هو بيته. فهو بكل حب وامانة استضافهم عنده في البيت، وقبلوا دعوته عنده المكوس او القعاد عنده في الفترة دي، وحضر مائدة بالفعل كبيرة وعزمهم على الاكل. وفعلا بعد ما خلصوا قالوا له على مهمتهم ان هم جايين يدوروا على واحد اسمه فولاكس البستاني عشان ينفذوا فيه الحكم اللي اتحكم عليه في المحكمة. فأجابهم بكل تواضع ومحبة ان الراجل اللي انتوا بتسألوا عليه هو يعرفه معرفة وثيقة جدا، وان هو على علم بيه، وان هو هيخبرهم عن مكانه بس في الصباح. وبالفعل لما خرج الجنود وكلوا وشربوا ودخلوا للنوم، هو قعد طول الليل يحفر القبر ويعد نفسه للكفن، ويجهز نفسه ان خلاص هيتعرض عليه حكم الموت في الصباح، وهو مستعد له تماما، وهو بيصلي ربنا ويشكره ان هو امهله فرصة للصبح ان هو هيستشهد بعد ما يقول لهم مين هو فولاكس البستاني، وانه بيعد نفسه لخروج روحه في الصباح. وفعلا في الصبح لما قاموا عرض عليهم وقال لهم انا عارف هو فين، وانا هوصلكم اليه حالا، وان هو تحت امركم، بس انتوا تقدروا تقبضوا عليه في اي لحظة زي ما انتوا عايزين. فسألوه باندهاش طب هو فين؟ قالوا له انا هو، وانا تحت امركم، انا هو الراجل اللي انتوا بتدوروا عليه، فولاكس البستاني. فذهل في الحال الجنود بتاعته واستغربوا ازاي ان الراجل اللي اكرمهم وقدم لهم الاكل والشرب وكمان الضيافة وبات عندهم ان هو نفسه الراجل اللي هم بيدوروا عليه، ولفوا بيه المدينة كلها عشان يلاقوه، وانهم مش عارفين يعملوا ايه مع الراجل اللي اكرمهم بشدة ووقف معاهم، وكان حبه واكرامه اكبر بكتير من اي كلام. فقال لهم بصراحة انا بعتبر ان انتوا هتقدموا لي خدمة كبيرة للمسيح لو نفذتوا فيها الحكم اللي انتوا جايين تعملوه. فعلا بعد ما فاقوا من صدمتهم وحيرتهم وذهولهم قدامه، اطاحوا برأسه بالسيف. وان اهل مدينته لانه كانوا بيحبوه، هو كان دايما بيعمل الخير، بنوا له كنيسة كبيرة وحطوا فيها جسده، وابتدوا يعملوا تمجيدات وصلوات وهو بيتشفع عليهم وبيعمل معجزات لأجلهم. وكان دايما بتصنع جسده المعجزات والعجائب، فسموه برجل العجائب والمعجزات. وانه نقل جسده للقسطنطينية في ايام القديس يوحنا ذهبي الفم، وقال عظة جامدة قوي عليه ان هو كان انسان قديس وبيحب ربنا من كل قلبه. وبيحتفل باليونانيين يوم 22 يوليو و22 سبتمبر من كل عام، والقديس غرغوريوس بيسميه تلميذ المسيح المتجدد. بركة وصلوات قديسنا العظيم القديس فولاكس البستاني تكون معاكم ومعانا امين، وبركة صلواته تحل علينا كلنا، وشفاعته قدام ربنا تمتد للجميع امين يا رب. واذكرونا دايما في صلواتكم، وما تنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، دايما يفرح قلبكم بكل غالي امين. ودايما مستنية اشتراككم وتعليقاتكم واللايك الجميل.
ودايما ربنا معاكم ويحفظكم ويحفظ بأولادكم وبيوتكم، وتكونوا دايما خير وأيام مباركة، وكل سنة وانتم طيبين.